وجع قلب ما يتلمش. حكاية أدهم سند بيته وعريس الجنة. ابني وضنايا كان حياتي كلها، كنا بنحلم بفرحته، بس القدر كان ليه كلمة تانية. كلام بيوجع القلب طالع من أسرة أدهم أنس، سواق الميكروباص اللي راح ضحية حادثة التريلا بالمنوفية، هو و18 بنت من شاهدات لقمة العيش. أدهم ربنا يرحمه كان العايل، وهو اللي بيصرف ويجيب علاج لكل تعبان. أدهم ده ما كانش سواقنا، ده كان أخونا كده. البنات اللي كانوا معاه بيقولوا كان بيطمنهم وبيستناهم عشان محدش يقرب منهم، كانوا بيثقوا فيه أكتر من أي حد تاني. فرحة عمره اللي راحت في لحظة. يا ياما أنا حجزت جاتوه وحجزت شوكولاتة، تعالي بدري يا أمي، يوم الجمعة هنروح نخطب. دي كانت آخر مكالمة بين أدهم وأمه يوم الأربعاء، بيكلمها عن خطوبته اللي كانت هتكون السبت. كان فرحان قوي، وخطيبته اللي راحت معاه كانت بنت جدعة ومحترمة. الصدمة اللي قسمت الظهر. خبر الحادثة وصل البيت زي الصاعقة. أخوه الصغير اللي بلغهم، والكل جري يدور على أدهم في المستشفيات كلها. أمه لفت المنوفية وقلبها بيتقطع ومش مصدقة. ظلم وقهر وطلب للحق. أدهم مغلطش في الحادثة دي، أسرته متأكدة إن سواق التريلا هو اللي غلطان، وإنه كان بيتعاطى مخدرات. ليه واحد يشرب الحاجات دي يركب عربية زي دي؟ سؤال بيوجعهم وبيطالبوا بالعدل. عايزين حقنا يتعدم زي ما بهدلهم على الإسفلت. ده غير الشهود اللي شافوا سواق التريلا وهو بيرجع يدوس عليهم تاني بعد ما خبطهم. أدهم ده كان نور عيني، ده اتقطم ظهرنا من بعده. حنية أدهم كانت مالية الدنيا، كان سند لأهله ولأصحابه. البلد كلها كانت حزينة عليه، والبنات اللي كان بيوصلهم كلهم جم يعزوا وقالوا أدهم خلص راح، ما بقاش فيه أدهم تاني. يا قلبي يا نور عيني يا حبيبي يا ابني يا قلب أمك. ده صرخة قلب موجوع لأم والجدة، وحصر على شاب راح في عز شبابه وكان بيسعى على رزق حلال. ربنا يصبر أهلهم ويعوضهم خير.